بص، هو انت معلوماتك سليمه، بس في شويه لخبطه في التسميات كومبيرد للي الناس بتسمي فيه في السوق او في الشركات. لكن علميا انت كلامك مظبوط. اي بت دبث للون 8 بت ده اس دي ار. واكتر من كده من اول 10 و12 ده كده بيبقى نوع من انواع الاتش دي ار. 16 بت از فيري وايد دايناميك رينج او اتش دي ار. والفول اتش دي ار او اللي هو بنسميه الاتش دي ار اي هاي دايناميك رينج ايمج بتبقى 32 بت. ده ممكن يحط اي كميه من الالوان احنا عايزينها، ولكن ده ريليتد للفايل في الكمبيوتر. كلمه اتش دي ار اللي الناس بتقولها اليومين دول من غير كلمه اي، يعني من غير ما نقول اتش دي ار اي هاي دايناميك رينج ايمج، بنقول اتش دي ار بس. دي بتبقى المقصود بيها الكالر سبيس بتاع الفيوينج ديفايس او المونيتورنج ديفايس اللي هي الشاشه او المونيتور. تمام. طبعا الشاشات والمونيتورز ما تقدرش توصل ل 32 بت طبعا، لانها بتبقى محتاجه ميموري كبيره جدا. فيا دوبك كانوا لسه معديين ال 10 وال 12 بت. فلما انا بتكلم بقول اتش دي ار، لو انت عايز تسال ايه الفرق ما بين الكالر ديبث والاتش دي ار اللي بنتكلم عليه، هي بس دايما بنقول اتش دي ار واحنا بنتكلم على الشاشات، او احنا بنتكلم على الفيوينج ديفايس، او احنا بنتكلم مثلا على البلاي ستيشن يقدر يغذي شاشه عامله ازاي او كارت شاشه. فده كده هو ده اللي بنقول عليه الاتش دي ار. والكالر ديبث ده فانكشن في الاكستنشن بتاع الصوره اللي انت بتخزنها، لو كان بي ان جي، لو كان اي اكس ار، لو كان جي بي جي. يعني مثلا الجي بي جي القديم ما كانش اصلا ينفع تخزنه 16 بت، فاهم قصدي؟ فالكالر ديبث ده بيعرف نوع الفايل اللي بيتخزن على الكمبيوتر. بس كده كده اي حاجه اكتر من 8 بت يس ده هاي دايناميك رينج ايمج.